سلام عليكم، ازيكم؟ النهارده بقى ان شاء الله هنعمل من نص كيلو بانيه كميه حواوشي كبيره جدا، وكمان كفته الفراخ تحفه. لازم تجربوها، بجد بجد خفيفه واطعم كتير من اللحمه، وطبعا موفره، وهو تغيير عن اللحمه كتير. لو انت اول مره بتشوفيني انزلي اضغطي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان تشوفي كل جديد. بصوا بقى الكفته عامله ازاي، مش قادره اوصف لكم طعمها، حلوه جدا وريحتها شهيه جدا، وبصوا متماسكه ما بتفكش. تابعوا معايا الفيديو للاخر هتستفادوا منه كتير. يلا بينا نسمي الله. عندي حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، هنزل عليه بمعلقه ملح كبيره، وقدها سكر، وكيس خميره فوريه، وميه من الحنفيه هعجن بيها العجينه دي يا جماعه. هعجن شويه بشويه، يعني هنزل الميه تدريجيا كده لغايه ما الدقيق يختفي معايا والعجينه تبتدي تتلم كده معايا. ساعتها هوقف الميه وهعجن كويس جدا لغايه ما تبتدي تتكور معايا كده وتنعم. تمام. انا مش عايزاها تبقى جافه، انا عايزاها تبقى طريه. بصوا لما اسيبها احس انها كده بترتاح. هي دي كده ايه عجينه العيش. تمام. تقدري تزودي وتنقصي زي ما انت حابه. هحط كده معلقه زيت كبيره طبعا علشان العيش يبقى بيلمع معايا، وطبعا ما يلزقش في ايديا. تمام كده خلاص. هغطيها بقى واحطها في مكان دافي لغايه ما تخمر. هروح بقى اجهز المفروم بتاعي، مفروم الصدور الفراخ يعني. هجيب بقى بصلايه كبيره وعليها قرن شطه حامي، وواحد فلفل رومي احمر او حسب ما انت حابه، ونص كيلو بانيه هفرمه برضو في الكبه لغايه ما يبقى زي العجينه كده معايا. وهنزل بربع معلقه من الملح، ومعلقه فلفل اسمر، وبهارات تندوري، وتقدري تحطي البهارات اللي انت تحبيها. تمام. هعجن كويس جدا لغايه من البهارات والبصل يختفي معايا في الفراخ. تمام. العجينه بقى خمرت معايا، وهبتدي كده اقطعها كور قد بعض في صاج كده مدهون زيت. تمام. تقدري تتحكمي في حجم الرغيف زي ما انت عايزه، تصغري الكوره او تخليها متوسطه او كبيره زي ما انت حابه. هخلص كده الكميه بتاعتي بالشكل ده. طبعا ببقى دهنه ايديا زيت يا جماعه علشان تبقى يعني الموضوع سهل معايا. كده خلاص. وهبتدي باول كوره قطعتها، يعني هفرد اول كوره ان انا قطعتها، تكون طبعا خدت الوقت انها ارتاحت لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. وهكذا يعني ابتدي باول كوره، بعد كده تاني كوره بالشكل ده. هبتدي بقى باول كوره زي ما قلت لكم كده، هفردها بالمنظر ده. انا بس هحط حته زبده صغيره علشان طبعا ده الفراخ يعني ما بتبقاش فيها نسبه دهون زي اللحمه. تمام. واحط عليها كره تانية افردها برضو، واقفل كده بالشكل ده. وهفرد الرغيف، هعمل كذا واحد معاكم. احط الحشوه وافرد الكره التانية واحطها فوقيها واقفلها بالشكل ده. عايزه اقول لكم طبعا اللي كان بيطلع من الفرن بسم الله ما شاء الله كان بيتاكل اول باول، فانا بس حبيت الحق كده اخر الرغيف وانا بعمله اوريكم، يعني ما شاء الله. طعمه حلو جدا وخفيف ومهما تاكلوا منه مش هتشبعوا. بصوا بقى المفروم اللي اتبقى معايا عملت منه كفته، وقطعت كده حته صغيره كده من دي ليا يا جماعه، قلت عشان تديها دسامه. ودخلته الفرن. بصوا واخده لون حلو جدا وما بتفكش وطعمها هايل. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. مع السلامه.